بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأملات في مناظرة البطريرك طيماطيوس الأول مع الخليفة المهدي في العصر العباسي الأول التي جرت في العراق من التراث الآبائي المسيحي لكنيسة المشرق الآشورية. إن الدوافع في نشر هذه المناظرة ليس لنشر الطائفية أو الكراهية بين المسيحية والإسلام، بل هو طريق لفتح آفاق جديدة، التقارب والحوار المسيحي الإسلامي ومقارنة الأديان، ولفهم العقيدة في الدين المسيحي المستقيم وكلمة الله الحقيقية. إن الحوارات اللاهوتية التي جرت بين البطاركة أو رهبان كنيسة المشرق مع الأديان الأخرى في العصر العباسي أو الأموي تعبر لنا عن مدى اهتمام الكنيسة في توضيح الإيمان المستقيم للكنيسة الرسولية الجامعة. وعن طريق هذه الحوارات اللاهوتية الدفاعية تم إيضاح أهم وأخص العقائد في الدين المسيحي، ومنها الثالوث المقدس والتوحيد وتجسد الكلمة والفداء والصليب والقيامة والكتاب المقدس وغيرها، والرد عليها بنصوص الوحي والأمثال المناسبة والمنطقية. ولأن الناس من مختلف الأديان ما زالوا لا يفهمون بعضهم البعض، فيتعين علينا اليوم أن ندرك أهمية الدراسات المقارنة بين الأديان، ليس فقط من أجل إيمان الآخرين، من أجل معرفة ذواتنا ومعرفة إيماننا وعقيدتنا بشكل أفضل كمسيحيين. إن مسيحيي اليوم لا يمكنهم أن يتجاهلوا هذه العقائد، ومن المهم أن نعرف ما يعتقد المنتمون إلى الدين الإسلامي من أجل مساعدة المسلمين على فهم العقائد المسيحية لمعرفة الحقيقة وتنوير القلوب وإيصالهم لطريق الحق والمستقيم الذي هو كلمة الله الحية والفعالة في كل حين، والرد عليها بصور خالية من التعصب والغضب والتعيير، لأن هذا النوع من السلوك بعيد عن المسيحية والفكر المسيحي والحياة المسيحية. والرسول بطرس يدعونا قائلا في رسالته الأولى الإصحاح 3: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، أي بوداعة الروح وخوف الله. إن البطريرك مرطيماطيوس الأول الجاثوليق ولد ما بين عام 728 ميلادية في ألمع العصور العربية. تلقى مرطيماطيوس الأول العلوم الدينية المدنية في اللغتين العربية واليونانية، علاوة على ذلك اللغة الآرامية على يد معلمه إبراهيم برشنداد المدعو الأعرج، وإبراهيم برليفة المدعو المفسر، وعمه جيورغيس اسقف بيت بخشة. داوم هذا البطريرك على تهذيب الكليروس وتعيين الأساقفة القادرين، ثم قوى نفوذ كنيسة المشرق في الصين والهند، وأرسل إليهم عدد وافر من الرهبان، وأرسل كذلك مبشرين إلى شمال فارس والمقاطعات الواقعة جنوب بحر قزوين. وكان لدير بث عابي اليد الطويلة في هذا التبشير، حتى امتد هذا العمل التبشيري إلى بلاد التبت وغيرها من المناطق. أما الحوار الذي نحن بصدد اليوم أن نتكلم ونقرأ لكم ونتأمل في هذا الحوار، الذي هو دفاع عن العقائد المسيحية والرد بالطريقة المناسبة والوداعة والمحبة على الذين يسألون عن سبب الرجاء الذي فينا الذي هو المسيح. جرت هذه المناظرة في عهد هارون الرشيد والدولة العباسية، فقد كتبها مرطيماطيوس إلى الراهب الشماس سرجيس طبيب الخليفة، وروى فيها اللقاء الذي جرى بينه وبين الخليفة المهدي قائلا باختصار:
كان من واجبي أن أكتب إليك مرة أخرى عن هذا الاختبار العظيم لأجل هذه المواضيع، ولكن ليس من الصعب ولا هي فوق من طاقتنا، إذ التجارب والخبرات تقوي أصحاب الأفكار الضعيفة. لهذا سمح لي أن أقف أمام كبار الحكماء والمفكرين المسلمين الذين من الصعب إيقافهم عن هذا النوع من المناظرات، ولكن المحبة التي في الرب هي التي تنتصر وتستر الخطايا وترد على الذين يسألون، والضعفات التي فينا في مقوينا الذي يعطينا النصرة باسم الرب يسوع المسيح. انتقل الجاثوليق مرطيماطيوس من هذه الحياة في عام 823 ميلادية، وكان يبلغ من العمر 95 من عمره. دفن في بغداد في دير كليل إيشع الذي اتخذ مقر لإقامته بعدما قام في تجديده، ودفن في نفس المكان 6 من بطاركة كنيسة المشرق. وبكل جدارة كان مرطيماطيوس يلقب بطيماطيوس الكبير، وكان يلقب أيضا بكوكب الكنيسة والمعلم المسكوني ومعلم الكل والراعي الكبير السامي. ينفعنا الرب ببركاته وصلواته آمين. ومن رهبان والمعلمين الذين ناظروا الإسلام منهم الراهب إبراهيم البصري، أو الملقب بالطبري لأنه عاش في طبري ولكن أصله من البصرة، ومن أتباع كنيسة المشرق الآشورية، الذي ولد في جنوب العراق في محافظة البصرة، كما ذكر هذا الراوي في كتاب جدال الأمير عبد الرحمن عبد الملك ابن الصالح الهاشمي. ترك أرض العراق ليعيش بعيدا متغربا في طبرية الشام، وهي بلدة قريبة من بانياس إلى شمال بحيرة طبرية، فدعي باسم إبراهيم الطبري، واشتهر عنه في جداله مع الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي صاحب ووالي دمشق وفلسطين. على أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد قد جرت المجادلات في حضور شخصيات مسيحية ويهودية وإسلامية، ومنهم من العلامة الآخرين عبد المسيح بن إسحاق الكندي، وهو من القرن الثامن الميلادي من قبيلة كندة العربية في شبه الجزيرة العربية، وهو كاتب اعتنق المسيحية وحفظ تعليمه، وهو أيضا من أتباع كنيسة المشرق، وله عدة مؤلفات في التبشير بالمسيحية، كما له رسالة إلى عبد الله بن إسماعيل الهاشمي يدعوه فيها إلى المسيحية، وهي رد على رسالة الهاشمي الذي دعاه فيها إلى الإسلام. تمت ترجمة أعماله إلى اللاتينية ثم إلى الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية. الباب الأول: يسوع المسيح كلمة الله المتجسدة باسم الله الخالق الحي الناطق. يقول البطريرك طيماطيوس: والآن دخلنا إلى حضرة الخليفة المظفر وباركنا الله، وبدأنا نتكلم عن طبيعة الإلهية وأزليتها. قال لنا الخليفة ما لم نسمعه منه قط، وهو: أيها الجاثوليق، لا يليق برجل مثلك عالم وذوي خبرة أن يقول عن الله تعالى أنه اتخذ امرأة وولد منها ابنا. ما المقصود هنا بكلام الخليفة؟ كلنا نعلم أن القرآن يتهم النصارى عندما يقولون بأن المسيح ابن الله. يتهمون النصارى بزعمهم أن الله اتخذ صاحبة. جاء في سورة الإنعام الآية 101: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكون له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وكذلك في سورة الجان: وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. فيظن المسلمون أننا نعني عندما نقول بأن المسيح ابن الله إنه نتيجة زواج أو علاقة جنسية بين الله تعالى وبين امرأة، وحاشا أن يكون ذلك. لهذا رد الجاثوليق قائلا: أيها الملك المظفر ومحب الله، من هو ذاك الذي أتى بمثل هذا التجديف على الله؟ فقال الخليفة: فماذا تقول إذن عن يسوع المسيح؟ من هو؟ الجاثوليق: أن يسوع المسيح هو كلمة الله الذي ظهر بالجسد لأجل خلاص العالم. تفسير: لماذا اختار طيماطيوس هذه العبارة ولم يقل إنه ابن الله؟ السبب الأول أن العبارة مأخوذة من الكتاب المقدس من إنجيل يوحنا، تعبر عن إلوهية المسيح. وهناك سبب آخر مهم لاختياره هذه الصفة، الذي قال هو كلمة الله،
فالقرآن يسمي المسيح كلمة الله في أكثر من آية. جاء في سورة آل عمران الآية 39: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وجاء في نفس السورة الآية 44: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمها المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. وفي سورة النساء الآية 172: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق إن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله. فعندما يقول البطريرك إن المسيح هو كلمة الله يستعمل عبارة إنجيلية وقرآنية في آن واحد. وعندما يقول الظاهر في بشر منا يشير إلى سر التجسد، إنه الله الظاهر في الجسد. ونلاحظ أنه لم يقل الظاهرة كلمة الله الظاهرة في بشر منا، ولكن يقول الظاهر، أي أنه يعني أن كلمة الله هو شخص. وأخيرا يضيف لخلاص، وهي إشارة إلى السر الفداء وإلى ما يقوله فيما بعد عن خلاص بصليب المسيح. فرد الخليفة وقال: أما تعتقد أن يسوع المسيح هو ابن الله؟ الجاثوليق: بهذا أشهد وأسجد له، لأنه هكذا تعلمنا من المسيح نفسه في الإنجيل والتوراة والأنبياء إنه ابن الله، ولكنها ليست بنوة جسدية بل ولادة إلهية أزلية عجيبة لا تعقل، كيفيتها تفوق العقل والوصف في اللسان، لأن الله لا يدرك ولا كيفية اتصافه بصفاته، إنما نؤمن به على ما في كتبه الثابتة صدقها كما يليق بالولادة الإلهية. تفسير: لقد فهم طيماطيوس أن المشكلة الأساسية في رفض بنوة السيد المسيح هي ظن المسلمين بأن هذه البنوة بنوة جسدية، فيقول إنها بنوة أزلية وليست جسدية. وإن لم نعقل كيفية هذا الفعل، لأن حسب قوله يمكننا أن ندرك صفات الله، ولكن لا يمكن أن ندرك ذات الله ولا كيفية اتصاف الله بهذه الصفات، أي حسب تعبير المتكلمين المتأخرين لا سيما في مدرسة الأشعري بلا كيف. لا يمكن أن نطرح سؤال كيف تم ذلك وأننا نعلم أن هكذا قد تم بالإيمان. الخليفة: كيف تم ذلك؟ الجاثوليق: إن الابن الكلمة هو مولود قبل الدهور وفوق الأزمنة، فلا نستطيع أن نفحص عن هذه الولادة لأن الله غير مدرك في صفاته، ولكن نأتي بالمثل المأخوذ من الخليقة، فكولادة الكلمة من النفس وتولد الضوء من الشمس، أي بلا ولادة ولا تولد جسدي، إنما هي ولادة روحية. خلاصة هذه الحلقة الأولى من الباب الأول عن ألوهية المسيح إنه كلمة الله المتجسد، نفهم منها أن القرآن يعترف بأن المسيح هو كلمة الله، وإذا كان هو كلمة الله فهو إله والله المتجسد، ويسميه أيضا روحا منه، وهذا أيضا يثبت على أن المسيح هو الله المتجسد. ونفهم أيضا من أن بنوة المسيح من الآب هي بنوة أزلية وليست بنوة في شركة جسدية، وحاشا أن يكون هذا، أو كما يدعون أنه اتخذ صاحبه. من هو الذي ادعى بمثل هذا التجديف؟ كما قال البطريرك: ولا نقر ولا نؤمن بأن الله اتخذ صاحبه، إنما هي الكلمة المولودة من الإله، كما أن الكلمة تولد من النفس هكذا تولد الكلمة من ذات الله، وهذه الكلمة تجسدت وصارت إنسانا كاملا، إله كامل،
إنسان كامل في شخص واحد، والرب يسوع المسيح الإله الذي له كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. صلوا من أجل أخوكم الراهب المشرقي من كنيسة المشرق، والرب يفتح ويفرج على قلوبكم لتروا النور وتؤمنوا بالإله الواحد وكلمته المرسلة الذي هو يسوع المسيح. المجد لله من الآن وإلى الأبد آمين.